السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل تزيين تورته جديد. يعني الديزاين بتاعنا النهارده هيبقى مختلف شويه عشان التكنيك بتاعه مختلف. بصوا هنا في البدايه بوريكم ان الارتفاع بتاع الكيكه ما شاء الله نفس ارتفاع الصينيه. يعني شوفي بقى ما شاء الله ارتفاع الصينيه بيبقى عالي ازاي، احنا مخرجين الكيك نفس الارتفاع. فلسه كمان هنحط حشوه، فما شاء الله الارتفاع بتاعنا بيعدي. انا هنا كده مستخدمه منشار على اول درجه، بيطلع معايا الكيك زي ما انتم شايفينه كده سميك، والطبقه بتاعته حلوه جدا. طلع معايا 4 طبقات، والطبقه الخامسه دي انا مش هستخدمها لان هتبقى عاليه اوفر، وفي نفس الوقت هشيل الوش بتاعها واستخدمها عندي في بواقي الكيك بعد كده. حطيت بقى عندي هنا الكريمه اللي انا بستخدمها، كريمه لباني يا بنات، كريمه لباني ريتش المتحده. يعني انضف حاجه موجوده في السوق، وعايزه اقول لكم كمان هي اغلى حاجه، عشان انضف حاجه هي اغلى حاجه في السوق. وعندي كمان هنا صوص فراولة. صوص فراولة ده مش جاهز، انا بستخدم على طول الجاهز، بس كان متوفر عندي اللي هو البيتي، انا كنت عاملاه. هنزل لكم الوصفة بتاعته، الفيديو بتاعه ان شاء الله في اول تعليق مثبت. الفيديو بتاعه تحفة للبنات اللي بتحب تعمل صوصات في البيت، تحطها على اي حاجة، مش شرط تكون تورته. البنات اللي حابة تعمل توبنج اي حشوة تعملها لاي كيكة ان شاء الله برضو هتعجبها جدا. انا كده استخدمت عندي طبقه الكريمه زي ما انتم شايفينها، ما شاء الله طبقه سميكه معادله لطبقه الكيكه اللي احنا مستخدمينها. وبس هنا الكيك بميه وسكر، اما بسقهوش بسيرب اللي هو الشربات الخفيف بتاع الحلويات. حابه تستخدمي كده تمام، لكن انا بصراحه انا شغلي كله على طول بستخدمها بميه وسكر. وبعد كده بتيجي هنا خطوه الكوتنج ديت، خطوه زي كاننا بنمحر كده الكيك عشان الفتافيت بتاعتها ما تطلعش على الكريمه وتعمل لنا جزء فتفته او جزء كده تخريمه او تخريزه في قلب الكريمه. بس انا ما بعملهاش، بختصر على طول وبعمل على طول التغليف العام، لان أنا الحمد لله بفضل الله ايديا واخده عليها وخلاص، يعني ايديا ممارسه الموضوع ده على طول. لكن لو انت حابه تعملي حاجه زي كده في البيت، تقدري الاول تعملي خطوه الكوتنج ديت، بتحطي طبقه خفيفه من الكريمه، وبعد كده بتدخليها عندك التلاجة لمده ساعه، وبعد كده تطلعيها تعملي الفينش بتاعها الاخير والوش بتاعها الاخير. انا هنا بساوي الكيكه بالسكلابر، ده سكلابر بلاستيك متوفر عندي الستانلس ستين، بس زي ما قلت لكم للاسف الستانلس ستين اللي عندي خامته تقيله، ومش مستحب ان انت تستخدمي للتسويه بتاعه الكيك تستخدمي حاجه تقيله، لازم تكون حاجه خفيفه على ايديكي عشان تديكي ملمس ناعم والشكل اللي انت عايزاه. انا هنا ما دققتش قوي مع الشرب اتش بتاعي، لان انا اصلا الكيكه بتاعتي هعمل فيها تكنيك كده هتشوفوه هيعجبكم حلو قوي، يعني كمان المبتدئين يقدروا يعملوها بكل سهوله. انا هنا جبت كده معلقه من الكريمه وحطيتها عندي على السكرابر، وحطيت عليها نقطتين من اللون كده اللي انا حباه، وقلبتها كده باصغر سباتيولا عندي اللي احنا بنعمل بيها المجسمات بتاعه الورده. تحفه جدا. ده بقى التكنيك اللي انا بكلمكم عليه، ان احنا هنلون الكيكه دي دلوقتي وهنخليها كلها لون، يعني كلها هتبقى الوان كده زي ما انتم شايفينها، بس ما استهلكناش كميه كريمه ولوناها، وبقى العميل لما يجي ياكل التورته ما يلاقيش كميه الوان في قلب الكريمه بتاعتنا. لا، احنا حاطين طبقه بس خارجيه بسيطه جدا، وفي نفس الوقت ما هدرناش معانا في اللون، وكمان ما هدرناش ان لو فاض عندنا كريمه فايضه بنفس اللون اللي احنا عاملين بيه الديزاين هيفيض عندك، مش هيبقى ليه لازمه، لان انت كل ديزاين بتعمليه بالوان مختلفه واشكال مختلفه وديزاين كمان مختلف. فحطيت انا بقى كده كل الكميه اللي انا لونتها، وابتدي ان انا اعمل فيها تجزيعات. هو اصلا ده الشكل اللي انا بقولك لو انت مبتدئه هتعمليها ما شاء الله مظبوطه جدا. انا هنا جبت الفرشه اللي هي موجوده في كل بيت، فرشه سيليكون، وابتديت ان انا اعمل بيها تجزيعات كده زي الموج رايح جاي، ومن فوق كمان وزعت اللون كويس، فابتدي ان انا برضو اعمله بالفرشه من فوق. بصوا التكنيك سهل جدا ازاي وبسيط، يعني اي واحده تقدر تعمله، التكنيك مش صعب يعني. بصوا كده، حتى كمان ايديكي لو مش ظابطه الكيكه هتعرفي تظبطيها انت بعد كده، وهتبقى جميله جدا ومش باينه اصلا معاكي. التكنيك شكله حلو جدا، الالوان كانت تحفه، وكمان البورد كان ماشي معاها جدا. لسه كمان هنحط صور وهنحط حاجات عليها. كده انا خلصت التورته وعملت بقى فيها التجزيعات ديت. للاسف الموبايل لقيته ما بيصورش. التجزيعات ديت انا عملتها باصغر اسباتيولا برضو، وابتديت ان انا اعمل بالحروف بتاعتها كده، شلت منها اجزاء عشان ابين الجزء الابيض ينطق معايا في التورته. بصوا هنا كده كمان جبت عندي الدست الفضي،
تقدري ان انتي تحطي له مذيب دست، مش متوفر عندك تحطي له زيت مفيش مشكله، تقدري تحطي له كمان ريحه الليمون او تقدري تحطي له فانيليا سايله، اللي متوفر عندك اشتغلي بيه. بعد كده جبت الدست الفضي وابتديت ان انا ارش الكيكه كده بالدست عشان تبقى الكيكه كلها بتلمع ومديها لون فضي برضو. كان شكلها حلو جدا الكيكه، والحمد لله عجبت صاحبتها جدا، والحمد لله طلعت احلى مما هي كانت عايزه كمان. حطيت عندي كمان هنا هابي بيرث داي على شكل كده جناحات، كان شكلها حلو قوي وكمان كان لونها فضي. وجبت عندي هنا الكريسب، ده كريسب ابيض عادي خالص وانا اللي حطاه في قلب الدست الفضي، بيديني كده لمعه اكتر احسن من ما انا اشتريه اصلا هو لونه فضي، فانا بيبقى متوفر عندي الدست وبحط منه الالوان اللي انا حباها. وجبت عندي كده فراشات فيها لون الموف مع اللون الاسود، كانت التورتايه كلها ماشيه مع بعضها ومع البورد، يعني كانت حاجه جميله جدا. حتى كمان الصوره اللي انا حطاها بتاعه الكلاينت كانت حلوه جدا معاها. بحط بقى الفراشات زي ما انتم شايفينها كده بشكل عشوائي، فراشات طايره، وهكتب بقى عندي على البورد بالشوكولاته البيضاء، هكتب زي ما العميله كانت حابه. بس كده ده كان شكل التورته بتاعتنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم وعجبتكم التورته بتاعتي. يا رب لو الفيديو نال اعجابك ما تنسيش تحطي لايك وكمان تعملي شير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من المتابعين. ولو انت اول مره بتشوفيني اهلا بيكي في قناتي مع يوميات روكيك، ما تنسيش بقى تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس بالكل عشان يوصلك اشعار بكل جديد. اسيبكم بقى مع الريفيو بتاع الكلاينت لما بعتتهولي، حبيت ان انا انزله لكم هنا. يلا اشوفكم فيديو جديد، باي باي. طبعا الحشوات باينه ونظافه الشغل باينه، مش اول مره تعامل مع روكيك وجمدان روكيك. التفاصيل والديتيلز يا جماعه عند روكيك تختلف. ايوه